السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الرحمن، صيدلي من اسكندرية. ودي قناة اتعالج صح. قلنا هنقوم فيها بتوعية صيدلانية لكل ما يهم المريض المصري من ناحية الدواء والعلاج. هنبدأ، احنا ابتدينا أول حاجة خالص قلنا الدواء فيه وهم قاتل. زي ما كان الفيلم زمان بيقول الدواء فيه سم قاتل، لا احنا في مصر الدواء عندنا فيه وهم. يعني ايه؟ اول حاجة احنا عايزين نفهم هو ايه هو الدواء. الدواء هي المواد اللي بتتاخد للمريض علشان تغير حالته من حالة معتلة مريض هو لحالة سليمة، سواء بقى كانت مواد عشبية، سواء المواد العلاجية الجديدة المعروفة بأشكالها كلها في القرن اللي فات، ده دواء. طيب احنا لما بنتكلم على الدواء، طيب هو مين الشخص اللي ياخد الدواء؟ بديهيا جدا الشخص المريض. طيب ادي اول وهم احنا بنقابله، انه في شخص بيكون ما هواش مريض وبيكون بياخد دواء. والربط في حته الوهم ده، وليه احنا ابتدينا بنقول هو ايه هو الدواء؟ لان احنا في مصر هنا بنتعامل مع حاجات على انها دواء وهي مش دواء. يعني مثلا السحر بيقول علاج، لا ده مش علاج. المعالج القرآني برضو مش علاج. انا مريض هقرا قرآن اكيد هيأثر عليا ايجابيا ويقينيا وبإيماني بالله سبحانه وتعالى، ده اكيد. لكن هروح لواحد يقرا لي شويه قرآن فيخففني من سرطان الكبد مثلا، الكلام دوت مش منطقي. زيارة الأولياء مش علاج، عسل النحل مش علاج. فبالتالي احنا في عندنا مفاهيم غلط فيها الوهم غالب على العلم. وخدوا بالكم احنا في قصة الصيدلة طول ما احنا ماشيين بقى هنلاقي ايه ده مفيش علم، ايه ده مفيش علم، ايه ده، يعني هنتفاجئ بحاجات كتير. طيب الشخص بقى اصلا اللي هو بياخد العلاج ده، اللي جاي بقى بالله عليك يا دكتور الحقني انا تعبان، انا المشكله ان هو ممكن يكون مش تعبان، هو نفسه يا بيهيأ له انه مريض، يا اما عنده اعراض سلوكيه مش اعراض مرضيه، يا حاجات كتير قوي. فاحنا اول حاجه عايزين نتيقن منها ان المريض مريض، مش بيتدلع، مش بيكتب، مش بيتمارض. لا تمارضوا فتمرضوا، طبعا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاحنا في نقط معينه عايزين نتاكد منها. فاحنا قلنا ادي تاني حاجه هي مين هو المريض. طيب مين بقى اللي هيكتب علاج للمريض ده؟ المتخصص، الطبيب، الراجل اللي درس 7 سنين وبعد كده خد سنه الامتياز وبعد كده عمل ماجستير وبعد كده عمل دكتوراه وزمالة وتخصص. انا ما ينفعش بجرة قلم اشطبه. ما ينفعش ابقى انا بشتغل في اي مهنة، انا ما ينفعش انا اصلا كصيدلي ان انا والدتي ربنا يديها الصحة مثلا بتاخد علاج قلب واعدل لها الجرعة بتاعت علاج القلب ده، او اغير المادة الفعالة اللي الدكتور كاتبها. يعني الدكتور كاتب لها مادة فعالة فلانية، فانا اقول لا دي ما تنفعش، انا هكتب حاجة تانية. ازاي؟ ده ما يجوز. فين التخصص هنا؟ فين العلم؟ طيب ما هو انت ماشي، انت علشان انت صيدلي وفي المجال عارف، لكن غيرك ما يعرفش، فبيروح لفلان الفلاني اللي معلق يافطة كاتب دكتور، انه دكتور وانه اخصائي وانه استشاري، وهو مش كده. كان في واقعة طريفة، انا فاتح في صيدلية في قرية ريفية، قرية جميلة جدا يعني. وكان في قرية جنبنا فيها واحد بقاله 12 سنة منتحل صفة الطبيب البشري، وبيعمل كل العمليات بقى اللي هي الماينور البسيطة دي، يعني طهارة اطفال، ختان ولاد وبنات بقى، يعني ختان اناث شغال، جراحة تكبير جسور، مش عارف ازاي ده الايه، الحاجات اللي هي ايه، اللي هي العادية الصغيرة. تقريبا هو كان ممرض ل20 سنة بيساعد دكتور جراح في الصعيد، وبعدين جه بقى ايه، هرب وجه عندنا هنا عمل نفسه ان هو طبيب. هل كل واحد معلق يافطة بقى ان هو طبيب يبقى طبيب؟ لا. وبيتفضحوا في سلوكياتهم، وبيتفضحوا في الروشتات بتاعتهم، وبيتفضحوا ان اي حد صاحب علم بيكتشف عنده
انه غلطان. طيب ايه تاني كمان للشخص اللي انا يوصف لي علاج؟ الطبيب، احنا قلنا الطبيب المتخصص اللي واخد علم. الصيدلي عنده ادويه بتدرس من اول الكليه لما بعد المراحل دي، سواء بيتاخد فيها كورسات او بيتعمل فيها دراسات اكبر. الادويه الوصفيه، الادويه اللي مسموح لي انا كصيدلي ان انا اوصفها بدون التجاوز في حق الطبيب المتخصص، وبدون ما اعرض حاله المريض بتاعي للخطر، وبدون انا ما اتجاوز اصلا في قانون مهنتي انا، قانون مزاوله مهنه الصيدله. طيب لكن ما ينفعش بقى الزوجه توصف لجوزها، وما ينفعش الاب يوصف لابنه، وما ينفعش الاخ لاخوه. من العجاب بتاعنا في مصر دلوقتي ان بيجي لك حد، وخلينا نتكلم في تراك الادويه الوصفيه، لا والله وبيروحوا للدكاتره. يعني ممكن حد يعني انا بدخل عند الطبيب البشري بوالدتي او بابني او باي حد او بنفسي لو تعبان، انا ما بعرفش طبيب ان انا صيدلي، انا بسيبه هو يكشف ويكتب علاج ويعمل اللي هو عاوزه. في حين ان انا بعرف مرضى لما بيروح للدكتور، هو بيقول للدكتور، يعني بيقول له التشخيص، وبيقول للدكتور اكتب لي العلاج الفلاني علشان ابن خالد جوز عمتي خده وخف، والعلاج بتاعك ما عملش حاجه، لكن انا لما جربت العلاج ده. بنشوف مهازل كتير يا جماعه، تجرؤ، يعني تجرؤ صعب جدا وتجرؤ ضار جدا. فهنا الطبيب بيكمل دوره الوصف الصيدلي، لكن في الاساس مسؤوليه الوصف مسؤوليه الطبيب، ما اقدرش اقول غير كده. طب يا دكتور، ده انا في واحد حبيبك صيدلي على اول الشارع عندنا او في القريه عندنا، بنروح له بيوصف لنا علاج للكبد وعلاج للسكر وعلاج للضغط. ده جريمه، ده جريمه. انا لو انا لقيتني عملت كده بلغ عني، اعمل لي محضر، روح اشتكيني في النقابه، اشتكيني في الهيئه بتاعه الدواء، اشتكيني في الامم المتحده. دي جريمه، دي امراض مزمنه، انا ما ينفعش، انا مش مؤهل ان انا اتابعها. الامراض دي مش بس عايزاك تيجي تكشف وتقول لي سلوكياتك ايه، ده احنا محتاجين تحاليل واشعه ومتابعه، واكون انا دارس ومتفرغ لها. انا عندي السهل ان انا بخدمك في اخر حلقه في المنظومه العلاجيه، وصف الدواء او صرف الدواء. اصعبها على نفسي ليه؟ وانت لازم تكون واعي، ما تستسهلش. حضرتك هتوفر ثمن كشف الطبيب سواء غالي ولا رخيص، وتروح تاخد مني علاج للسكر، وبعد كده تلاقي نفسك داخل في غرغرينه ولا في غيبوبه سكر ولا في فشل كبدي ولا في فشل كلوي. انت وفرت ايه؟ وبتصرف قصاده على صحتك ايه؟ فدي حاجات كلها لا غلط طبعا. طيب بعد ما قلنا كمان مين اللي يوصف الدواء، هجيب الدواء ده منين؟ هجيبه من اي حته، انا حر؟ لا طبعا حضرتك مش حر. ما هي دي الفوضى، ما هو ده الوهم اللي في الدواء. النهارده حضرتك مش حر ان انت تجيب الدواء من اي مكان، القانون بيجبرني ويجبرك انك تجيب الدواء من صيدليه مرخص لها وبيديرها صيدلي. طيب انت جبت من موقع اونلاين، جريمه وانت مشارك في الجريمه، ده انا الضحيه. لا يا حبيبي، ما هو القانون لا يحمي المغفلين، ما انت اللي ضحك على نفسك، ما انا الوهم اهو. لا ده انا رحت كشفت عند الدكتور فلان الفلاني الراجل العظيم جدا وباع لي الدواء في العياده. جريمه حضرتك، والله ما نضمن الدواء اللي عنده في العياده ده جاي منين، ولا الماده الفعاله فيه ايه، ولا تاريخ صلاحيته منتهي ولا لا، ولا متراقب مراقبه جوده ولا لا. يعني احنا اصلا بنقول ربنا يقوينا على الادويه اللي جايه لنا رسمي من الشركات، سعادتك رايح تجيب دواء مجهول المصدر، ما هو ده غلط. طيب لا ده انا الدواء ده كان عند جوز بنت عمتي وكان بيستخدمه وكان نسيه في التابلو بتاع العربيه 6 سنين، بس هو مزنوق دلوقتي وعاوز يبيعه فانا اشتريته منه بربع الثمن. برضه غلط، فوضى. لا ده انا والدتي بتاخد علاج كتير من التأمين الصحي وما بتستخدموش، فانا ببيعه وبستفاد بقى بثمنه، بقى بجيب بقى بثمنه من الصيدليه كريمات تجميل، برضه غلط. او لو تأمين خاص برضه غلط. كل الصور دي يا جماعه، يعني كل المواقف دي لا، الدواء بيتجاب من صيدليه بشريه للدواء، صيدليه عامه في القانون اسمها كده، والدواء لازم يبقى المسؤول عنه صيدلي. لا معلش بقى، ده انتوا كدابين بقى كصيادله، ومفيش صيدلي بيقف في صيدليته الا الصيادله بتوع السلاسل، وانتم ما بتحبوش السلاسل عشان هم عندهم صيادله. لا يا سيدي، انا بقول صيدليه يديرها صيدلي.
خلي تفصيله ان انت رحت لقيت في الصيدليه مساعد دي خليها تفصيله على جنب، هنناقشها بعدين، هي من ضمن اوهام ومشاكل الدواء، بس خلينا هنتناقش فيها في وقت تاني. لكن في البدايه انت عارف ان الصيدليه اللي في الشارع بتاعك او الصيدليه القريبه منك صاحبها صيدلي ومديرها صيدلي، وانت بتشوفه وبتعرف تتواصل معاه وبتعرف توصل. بدليل لو انت مثلا حسبت دفعت 100 جنيه وانت حسابك 50، واللي موجود قال لك لا ده انت دفعت 50 بس، انت هتروح تشتكي لصاحب الصيدليه، فانت عارفه اهو، ما انتش مش عارفه، ووزاره الصحه عارفاه. انا عايز اقول لك ان الهيئه العامه بتاعت الدواء دي ومن قبلها وزاره الصحه، يعني الجماعه اللي بيفتشوا على مكافحه الارهاب ومكافحه المخدرات مش بالانتظام بتاع تفتيش الهيئه بتاعت الدواء ولا بالحرص ولا والله ده كلام واقع جدا، وبيفتشوا على ادق التفاصيل. بس على مين؟ على الصيادله. لكن لو حد مش صيدلي بيهرب منهم طبعا، بيقفل الصيدليه وقت التفتيش، وبتبقى بقى مشكله وقصص دي هنحكي عنها بعدين باذن الله. طيب انت جبت انت الاول عرفت ان ايه الدواء، وعرفت ان انت تعبان، وعرفت ان انت لازم تروح لطبيب، او لو الحاله بسيطه هتروح لصيدلي، وهتوصف هتجيب العلاج ده هتصرفه من صيدليه. طيب هل كل ما يكتب في الروشته هو دواء؟ للاسف لا، وده من ضمن الاوهام اللي في الدواء المصري. ليه؟ لان احنا عندنا تركيبه معقده للمنظومه الدوائيه في مصر. الاساس ان في شركات كبيره جدا ومتميزه جدا في التصنيع، والاساس ان في ادويه عظيمه حرفيا يعني. وانا كنت شغال بره مصر، كنت شغال في السعوديه، كنا بنفتخر بوجود الدواء المصري لانه ممتاز وجيد وسعره تنافسي. حاليا بقى في عندنا حاجتين في السوق المصري اساسيتين، في حاجه اسمها المستورد، هو مش مستورد، هو مهرب، وغالبا مع الظروف الاقتصاديه الحلوه اللي احنا فيها دلوقتي هو مش مهرب كمان، ده مزيف مزور، تم تقليده وتم تزويره في اماكن في بير السلم. فبيتكتب لك يعني بتروح عند الدكتور فلان الفلاني اللي واخد كشف 1000 جنيه ولا 500 جنيه، فبيقول لك بقى لا انا مش هكتب لك دواء المصري المتواضع ده، لا انت راجل عظيم، انا هكتب لك العلاج ده مستورد. فتيجي عندي انا الصيدليه اقول لك اسف انا بمتنع عن صرف الادويه اللي مش واخده ترخيص من وزاره الصحه المصريه، مش انا مصري وانت مصري، هو كاتب لك العلاج اللي من امريكا ليه؟ لا يا دكتور ما العلاج اللي من امريكا حلو يا حبيبي، ماشي، يدخل بترخيص من وزاره الصحه وتستورده شركه مسؤوله، ده لصحتك. لكن المتهرب اللي تمسك العلبه تلاقي عليها السعر بالدولار او بالريال او بالدينار او بالين الياباني، ده يا حبيبي انت ما تعرفش هو جه منين. في الغالب في مراكز معروفه احنا كصيادله عارفين ان في مثلا في كفر الدوار، في اسيوط. ولو انت كلفت خاطرك دلوقتي بعد ما تشوف الفيديو بتاعي وابحث كده على مواقع البحث، فيسبوك او اي موقع بحث، اكتب اماكن اوقار تزوير الدواء، هتلاقيها اماكن بشعه، شقق دور ارضي وبير سلم، حرفيا بير سلم، لا فيها محاره ولا فيها، والشباب اللي بيبقوا شغالين فيها بيبقوا قالعين هدومهم وشغالين بالهدوم الداخليه ومفيش اي تعقيم ومفيش اي حاجه، وفي الاخر بيزور لك الدواء كانه هو الدواء المستورد اللي انت عاوزه، وتجيني بقى لو انا مش ملتزم تشتريه مني. فلو الدواء المصري ب 10 جنيه، هو مفيش دواء مصري دلوقتي ب 10 جنيه الحمد لله، بس لو افترضنا انه ب 10 جنيه المستورد ده هيبقى ب 100 اللي هو مش مستورد، هو مهرب. فده اول وهم في الادويه المصريه. الوهم الثاني بقى بير السلم اللي هو الصرف. يعني ايه؟ يعني انا من الاساس عندي شقه دور ارضي وجبت مكن من اللي هو بيتجاب استعمال كده من المصانع، ما اعرفش ما فيش رقابه على بيع المكن ده ازاي، وفتحت لاين انتاج وحطيت الحلو من هنا على الحلو من هنا وعملت منتج. وعلشان انا اعرف صيادله كتير واعرف اطباء كتير اتفقت معاهم ان هم يكتبوا لي الصنف بتاعي ده. فين وزاره الصحه؟ فين هيئه الدواء؟ مفيش. يبقى مفيش رقابه على الدواء. طب لو انا بقى راجل مريض وسايكوباتي وشرير كده زي جميل راتب في فيلم الكيف وحطيت لك في الدواء ده سم، مين هيعاقبني؟ مفيش. مين هيحميك؟ مفيش. ليه؟ حضرتك مغفل، استغفلت نفسك. طب يا دكتور ما انا رحت كشفت عند الدكتور فلان الفلاني استشاري الجلديه العظيم وهو اللي كتب لي العلاج ده. مجرم، هو مجرم وضرك وشارك في جريمه. طب انا هعرف منين يا دكتور؟ اول حاجه في علامات احنا بنقولها بسيطه للي عاوز يعرف الدواء بتاعه ده مظبوط ولا مش مظبوط. اول حاجه قلناها
ان الدواء يكون متوفر في جميع الصيدليات مش حصري. ما ينفعش تشتري في عياده، وما ينفعش تشتري الدواء من اقرب صيدليه للدكتور بتاعك اللي بيبقى فيه بينهم ديل او اتفاق. لا، اكشف عند اللي انت عايزه وهات علاجك من اي صيدليه انت تحبها. المفروض المنظومه الصح تخلي كل الصيدليات زي بعض، سواء بقى سلاسل او مش سلاسل. انت نزلت من عند الدكتور وهو قال لك هات العلاج من تحت، قول له لا اسف. جرب كده بقى تشوفه بعديها ب 100 متر، شوف اقرب صيدليه، لو لقيت العلاج متوفر هاته. لو قال لك ارجع هاته ده مش هتلاقيه الا عند الصيدليه الفلانيه، اعرف ان انت بيتنصب عليك يا معلم وبيتعمل عليك فيلم. طيب خدوا بالكم، ده في نقطه احنا وصلنا من المرض النفسي عند بعض الاطباء وهم قله، انه بيعمل ايه؟ انت رايح له بحاله صعبه وهو كاتب لك علاج، كتب 3 4 اصناف، ويجي في النص كده يكتب صنف مش بس مش موجود، ده ملغي من السوق، يعني بقاله 10 سنين مثلا بطلوا تصنيعه. فانت تجيني اقول لك مفيش، فتسيبني وتروح لغيري والغيري والغيري، وفي الاخر ترجع للدكتور تقول له انا لسه تعبان، يقول لك ما انت لو كنت جبت العلاج ده كنت خفيت. هو عارف من الاول، الباشا عارف من الاول ان انت مش هتلاقي العلاج، فهو لو انت خفيت بالعلاج الاولاني اللي هو كاتبه ال4 اصناف يبقى خير وبركه، ما خفيتش يبقى مين السبب؟ يا جماعه الموضوع كبير. احنا ممكن نعمل افلام روائيه طويله على اللي بيحصل في سوق الدواء المصري. علشان كده دورك انت كمريض ان انت تحمي نفسك وتحافظ على نفسك ويبقى في توعيه. يا سيدي انا الصيدلي بتاعك انت مثلا عندي في القريه الجميله اللي انا فيها، وفعلا اهلها ناس طيبه ومحترمه جدا، ما تاخدش كلامي بثقه، راجع ورايا. اي حد في المجال ده راجع وراه. انا بعمل كده لما قبل اصلا ما بروح لطبيب بسال عليه. ايه ده يعني ايه بسال عليه وانا رايح اناسبه؟ لا، بس حاليا في مواقع مكتوب فيها اسامي الاطباء واراء المرضى فيهم، والصفحه موجوده وكل الناس. الطبيب اللي هتدخل تلاقي بيتقال لك ده بياخد 5 دقائق وبيقلب المريض وي ما تروحلوش. لكن الطبيب اللي بيقول لك مستمع جيد، متحدث لبق، بيفهمك الحاله، ما بيتكبرش عليك، بيكشف بايده، لا ده راجل صاحب علم وصاحب خلق. انا لسه كنت عند والدتي من شهر عند دكتور امراض قلب عندنا في اسكندريه في العجمي، وهو سنه قريب من سني. الراجل يعني من غير ما يعرف ان انا صيدلي ممتاز، والله خرجت من عنده عيني بتدمع من اني لقيت في الاخر اهو ده في طبيب محترم وبيخلص للامانه والفلوس مش عنده كل حاجه، وكل الناس اللي طالعه من العياده بتقول ده. انا ليا زمايلي اطباء كتير، يعني زمايل تختة من قبل ما انا ادخل صيدله وهم يدخلوا طب، كنا مع بعض في ثانوي يعني. بس الراجل ده انا ما كنتش اعرفه، لكن الله يمسيه خير او الله يجزيه خير، مش هقول اسمه بقى، هو عارف نفسه لو شاف الفيديو. الراجل محترم جدا. فاسال يا حبيبي، اسال، ما تروحش للدكتور الاغلى اللي بياخد فيزيت عاليه، ما تروحش للي عنده زحمه، لان عنده زحمه اصلا هو مش فاضي يبص في وشك اصلا. ما تروحش للاستاذ الدكتور الفلاني العلاني اللي هيستكبر على حالتك ويخلي المساعدين بتوعه هم اللي يشوفوا الحاله. ما هو ده غلط. يبقى دي كلها ممارسات غلط. طيب يا دكتور هو كتب لي العلاج وجيت لك وانت قلت لي متهرب مش هجيبه، نعمل ايه؟ حضرتك هتتواصل معاه تقول له انا اسف انا عاوز علاج موجود في السوق المصري، وهو مجبر انه يغيره. لا كلمته وما ردش عليا، خلاص ساعتها لو انت بتثق فيا كصيدلي هتبقى عارف ان الصنف اللي هو كاتبه لك ده خلاص احنا قلنا متهرب، هدي لك المثيل اللي زيه في مصر. الموضوع ده مثلا كان بيحصل مع مرضى الغده الدرقيه، يعني ادويه الغده الدرقيه كان دايما بتبقى موجوده ويجي المريض يتنك يتنك. احنا المرضى بتوعنا بتتنك يا جماعه، يجي المريض يتنك ويقول لك لا انا عايز المستورد. يا حبيبي ما انا كنت بره والله، هو لما لف الزمن ودار وما بقاش لا فيه مستورد ولا محلي، كان بيجي هو الزبون ده يبوس راسك ويضوافرك علشان خاطر تلاقي له اي صنف مصري بقى محلي بتاع. المستورد المتهرب ده خطر عليك انت، لا انت عارف حفظه ايه ولا انت ضامن اصلا الصنف ايه، ومبالغ في سعره. طيب والحاجه الثانيه بير السلم ده جريمه. فلما تجيني واقول لك ان الطبيب ده كاتب لك ادويه بير سلم، يبقى اقطع علاقتك بالطبيب ده لمصلحتك. وهتلاقوا بقى الكارثه ان اغلب الاطباء اللي بتعمل ده وهم قله زي ما قلنا، لان الاطباء اخواتنا وحبايبنا وفي ناس كتير محترمه، بس اغلب الاطباء اللي بتعمل ده اطباء للاسف الشديد نساء وولاده، اطباء جلديه، اطباء اطفال. تخيلوا الكارثه، يعني سيبك من الجلديه، نساء وولاده، يعني واحده حامل يتكتب لها علاج بير سلم طول فتره الحمل علشان جنابك تعمل فلوس. ازاي بيعمل فلوس يا دكتور؟ هو اللي بيبيع الدواء ده انت اللي بتبيعه؟ لا، هو انت في نقطه انت ما تعرفهاش،
انا ببيع الدواء لان انا من ضمن الوصف الوظيفي بتاعي ان انا بتاجر في الادويه، بشتري الادويه بسعر معين وببيعها بسعر تاني محددات الدوله في الحالتين، سعر جبري اشتري بيه وسعر جبري ابيع بيه. الطبيب المفروض شاهد ملك ملوش علاقه بالقصه دي، الطبيب المفروض بياخد الكشف بتاعه بس. لكن ايه اللي بيحصل؟ ان الطبيب بياخد رشوه طبيه. ده يدخلنا للنقطه الكارثه اللي بعد كده، اللي هي ايه؟ اللي هو هل الطبيب لما يكتب لي دواء موجود في مصر بس سمعته سيئه اخده؟ لا طبعا. فلما تجيني ولو انت واثق فيا وانا قلت لك لا يا حبيبي ده مش البراند، وده صنف وحش قوي، ده تصنيعه وحش قوي وبيعمل مشاكل وي 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 وكان في حقن مثلا قريبه كانت بتعمل حساسيه تسبب الوفاه، لا مش لازم اللي يكتبه الدكتور. اللي يكتبه الدكتور مش قران يا جماعه. وبرضه هنيجي في وقت باذن الله نتكلم هي ايه الروشته بتتكتب ازاي اصلا، وايه مشكلتنا مع وزاره الصحه ومع نقابه الاطباء ومع الاطباء في كتابه الروشته بالاسم التجاري مش الاسم العلمي. يا جماعه الموضوع انت لازم تبقى واعي. يعني الموضوع مش ما تروحش مش شيك على بياض، ما تروحش للناس مسلم دقنك وتقول لا ده مش هيعملوا، لا لا لا, لا مفيش الكلام ده. انت مفروض ان انت مؤتمن على صحتك وعلى اهل بيتك، فلازم ان انت تحافظ عليهم. اتمنى ان المعلومات اللي قلناها البسيطه دي تبقى مفيده والناس كلها تعرفها. وباذن الله في حلقات جايه في السلسله دي هنبتدي برضو نتكلم اكتر على اتعامل مع الدواء ازاي، اتعامل مع الصيدليه ازاي. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.